لي كابتن سلام بدري وكابتن حسين اقول لهم هذه نفس الوقت بقول مبروك لجمهور بورسعيد ومبروك وبشكر لعيبه جدا. في نفس الوقت قبل ما انسى طبعا تحياتي للجهاز الالكتروني كابتن طلعت واحنا بنكمل الشغل الجميع. وفي نفس الوقت بالنسبه للجهه الفنيه الحمد لله يمكن اليومين اللي اشتغلت فيهم بحس ان انا بشتغل بالي لان المكان مش جديد عليا، لكن في نفس الوقت كنت عايز اجمع حاجات كتير سواء فنيه سواء معنويه للاعبين، فكنت حاسس ان اليومين دول كانهم سنه بالنسبه لي. ما حسيتش ان اللعيبه لسه ما فهمتنيش رغم انها بنقول حتى لو النتيجه كانت سلبيه، لكن انا كنت حاسس ان اللعيبه استوعبت بسرعه نفذوا. ولا قدر الله ما كانش الهدف جه، انا كنت راضي على الاداء وراضي على اللعيبه ان هم كانوا بيغيروا سيستم طريقه لعب من قبل كده دلوقتي، يكون ان هم بينفذوا ويستوعبوا خلال المحاضرات والشغل اللي اتعمل في التمرين في 48 ساعه. الحمد بشكرهم عليه، ولكن في الاول وفي الاخر توفيق ربنا هو اللي فرق. وكنت بحلم واي مدرب في العالم او لعيب محترف لما بيروح مكان بيحلم من البدايه بالنجاح والتوفيق فيها. فانا بشكر ربنا وبشكر كل جميع الجهاز واللاعبين والجمهور على ان ربنا كرمنا بهذا الفوز. ولكن بدايه التشكيل والتغييرات يمكن كل الناس تحس ان بحاول زي ما قلت في البدايه بغير سيستم لعب من الفتره اللي فاتت اللعيبه بدات الموسم بيه. التغييرات كانت مزيد من الاصرار على الفوز، كان بتدي نوع من التوازن من الحته الهجوميه وزياده الفعاليه الهجوميه مع تامين الجزء اللي فيه اللي بتفوق فيه فريق انبي وعندهم اثنين موظفين على اعلى مستوى. النهارده طبعا كابتن حسام الجهاز الفني الانبي توقعت ان هم طبعا بيلعبوا 4-4 صريحه 4-4-2 صريحه 4 ديفندرات. النهارده اتزود الديفندر اللي هو الرابع كمان عادل مصطفى ما لعبش، في 4 ديفندرات صراحه من الناحيه الدفاعيه. طبعا اكيد يعني كل جهاز فني طبعا ليه وجهه نظر، ولكن انا كنت الحمد لله شفت اتفرجت على انبي كويس والحمد لله قدرنا ان احنا نكسب جول النادي انبي وكابتن حسام وكابتن حسين ارض راس ومبروك للجمهور. ماتش كابتن حسين احنا النهارده قدمنا مستوى الشعب الكبير ونجحنا في هذه الحاجه. الحمد لله يعني ربنا موفقنا في المكتب اللي عليها. الحمد لله في ماتش كويس قوي التوفيق تحت الماتش ما كانش كويس لينا. بقول يعني الماتش كان مقفول قوي بين المحيط، الكوره كانت قليله قوي. الماتش كان فيه رجال بين نص الملعب، كان اللي يستحمل على نص الملعب كان هو اللي هيكسب. فرقه الماتش اشتغلوا في الكوره بشكل كويس قوي. بقول كابتن حسام تاني ألف مبروك، وبقول للجمهور أي ألف مبروك. إحنا راضيين على الأداء بتاع الفرقة. إن شاء الله نحاول الماتشات اللي جاية. بقول الحمد لله إحنا وصلنا لمرحلة كويسة قوي. إحنا كمان بعد الظروف الكبيرة اللي كنا وقعنا فيه، والحمد لله ربنا وفقنا برضه بالماتشات الجاية. التغييرات النهارده كانت اتجاه بين الكفار والمصري. احنا كنا بنحاول نبني نص الملعب قبل نص الملعب كتير شويه. كنا عايزين نخطف جول ونقفل الملعب بتاعنا ما نحققش فينا الجول بتاعنا. الحمد لله على كل شيء. وبرضه الانبي يستعد للموقف. لا بعد معلش يا جماعه اتفضلوا بعد اذنكم.